الدعم، هل انت مع رفع الدعم بالطريقه اللي عم ينشغل فيها، ام بتلاقي كان لازم ينعمل الترشيد بطريقه ثانيه؟ اول شيء انا كلمه دعم ما بآمن فيها بلبنان، لانه هيدا منه دعم، هيدي سرقه. سرقه. شو يعني سرقه؟ يعني صرنا سنين بناخذ اموال الناس الدولار وبنبيع على ناس ب 1500. اموال الناس. الدعم عاده بيكون بموازنات الوزارات، يعني بتجي وزاره الاقتصاد بتقول انا مخصص السنه من مدخولي من موازنه الدوله اللبنانيه، من موازنه الوزاره، وزارة الزراعة إلى آخره، كلهم بيتجمعوا هودي بوزارة المالية، وبتيجي الدولة اللبنانية بتقول أنا عم بدعم من أموالي. هن ما عم يدعموا من أموالهم، عم يدعموا من أموال غيرهم. فهيدا ما اسمه دعم، هيدا كان لازم يوقف من زمان مش من اليوم. يعني هاي الحكومة اللي موجودة حاليا المستقيلة إلى سنة، لما استلمت كان في 34 مليار دولار بالمصرف المركزي، وقفوا دفع الديون تيحافظوا على الأموال. اليوم في 14 مليار، طب وين راحوا هال 20 تقريبا مليار دولار؟ على الدعم؟ لا، مين استفاد منهم؟ ما عم نروح، ما عم نلاقي بنزين، ما عم نلاقي دواء. لو في دعم مزبوط، لو هالاموال استعملت لحق البضاعه والبضاعه موجوده بالسوق، ما كنا صرنا سنه كمان بازمه بنزين ودواء والى اخره. معناتها ما بعرف هالاموال كيف عم تستعمل وين عم بتروح. ما في شيء اسمه دعم. الدوله لازم يكون عندها امكانيات لتعمل دعم. لما فنزويلا من بعد ما طلعت من أزمتها بالتسعينات سددت كل ديونها لصندوق النقد، ارتفعت أسعار البترول، صار عندها فائض، صارت تستعمل الفائض يلي هو ملك الدولة الفنزويلية مش أموال الناس لحتى تدعم السلع يلي عندها، ورفعوا من مستوى معيشة الناس اللي عندهم لكم سنة. بس مع الأسف لما رجعت قلبت الأمور بأسعار البترول، لأن ما بيتكلوا إلا على غيرها، ومن ناحية تانية الأمور السياسية يلي فاتوا فيها هي شوي، هيدي اللي ضعضعت الأمور عندهم. بس بلبنان ما اسمه دعم، هيدا يعني مهزلة.